الاهلي عامل صفقات كبيره عشان بس برضو الناس تعرف حجم الفرق ما بين اللعيبه الاوروبيه واللعيبه المصريه. احنا اللي بنفخم في اللعيبه بتاعتنا قوي، احنا اللي عاملين منهم نجوم كبيره جدا، وهم يعني لعيبه عاديين ملايين الملايين و100 مليون و150 مليون، وفي الاخر زي ما انت حضرتك شايف المستوى عامل ازاي، مش قادر تكمل الشوطين على بعض. نفسي افهم الاهلي عمل ايه في النص ساعه، عمل ايه في النص ساعه التوقف اللي حصلت فيها مشكله الجو دي. كانوا بيقولوا ايه لبعض؟ يعني مش يقولوا مثلا ننزل نحاول ان احنا نجيب جول، ننزل نبقى نحاول ان احنا نعمل جمله ونوصل للجول. ما فيش الكلام ده، ما حصلش. انا توقعي قلت في النص ساعه دي الاهلي هينزل يبقى على الاقل لو ما عرفش يجيب جون هيبقى شكله احسن من كده، بيحاول على الجون، بيحاول ان هو يوصل. ده ما حصلش يا جماعه، ده ما حصلش. انا ما شفتش الجون بتاع بالميراس، ما شفتوش. يعني مثلا انقذ حاجه خطيره، ولا مثلا الكره ما بين 3 خشبات، ما فيش الكلام ده كله. يعني مش هتكلم اكتر من كده. حتى الحظوظ النهارده، حتى حظوظك ما بقتش موجوده. انت محتاج معجزه علشان تعدي، وده صعب جدا. يعني انا شايف ان الموضوع صعب. صعب ان الفرقتين بالميراس وانتر ميامي على فكره ممكن بسهوله يتفقوا مع بعض ان هم يطلعوا تعادل والموضوع ينتهي وخلصت على كده. وانت كمان مطالب ان انت تكسب بورتو 3-0 على الاقل، ولا 4-0 ده لو حصلت المعجزه في الملعب الثاني. وانا ما اتوقعش ان ده يحصل، ما اتوقعش. وانت هتكسب 3-0 بالاداء ده وبالسوء اللي احنا شفناه في الملعب ده، هتكسب 3-0. وزي ما قلت لحضراتكم، انا بالنسبه لي المدرب خارج التقييم، خارج التقييم عشان ما نظلمش الراجل. متفق مع حضرتك ان المفروض المدرب يبقى له على الاقل بصمه، نشوف له تكتيك معين في الملعب، نشوف جمله فنفهم ان ده المدير الفني. ولكن احنا شفنا شغل كولر، هو بيطرف اول ماتش، بيطرف امام عاشور على الناحيه الثانيه وبيلعب بنفس الخطه. فده تفكير لسه، ده تفكير الراجل لسه ما اتعملش في الملعب، الراجل لسه ما طبقش فكره في الملعب، الراجل لسه ما عملش التكتيك بتاعه ما بين اللعيبه، لسه مش عارف قدرات اللعيبه، لسه حتى ما تعرفش على اللعيبه. فما تحكمش على الراجل من دلوقتي ان هو كويس او وحش. في الامكان احسن من مكان، كان ممكن تجيب مدرب احسن من كده. يعني كان ممكن تتعاقد مع مدرب CV اكبر من كده فيصنع الفارق في الفتره القريبه او الفتره الصغيره. ولكن الراجل لا حول له ولا قوه، يعني مش عارف يعمل حاجه. الاهلي عامل صفقات كبيره عشان بس برضو الناس تعرف حجم الفرق ما بين اللعيبه الاوروبيه واللعيبه المصريه. احنا اللي بنفخم في اللعيبه بتاعتنا قوي، احنا اللي عاملين منهم نجوم كبيره جدا، وهم يعني لعيبه عاديين ملايين الملايين و100 مليون و150 مليون، وفي الاخر زي ما انت حضرتك شايف المستوى عامل ازاي، مش قادر تكمل الشوطين على بعض. نفسي افهم الاهلي عمل ايه في النص ساعه، عمل ايه في النص ساعه التوقف اللي حصلت فيها مشكله الجو دي. كانوا بيقولوا ايه لبعض؟ يعني مش يقولوا مثلا ننزل نحاول ان احنا نجيب جول، ننزل نبقى